انه اخترعوا للشيعة قضية كسر الضلع اعداء الشيعة حتى يلهونهم عن كسر ظهر الاسلام اللي قاموا به ابو بكر وعمر. فثبت العرش. شنو الغرض من روايتك إلى كسر ضلع الزهراء؟ تريد تغطي على ما قام به؟ لأنه هناك أنت في يعني في زاوية أو في حلبة معركتنا الفكرية والجانب السني بقضية الخلافة متفق بين الأمة الإسلامية أنه هناك خلاف بالسقيفة وقع. من اللي يريد يغطي على هذا الخلاف؟ اللي يريد يغطي على هذا الخلاف اللي صنع لك قضية ضلع الزهراء. أنت من وجهة نظرك أستاذنا الشاكر يسألني يقول لي أنت مؤمن بقضية كسر الضلع؟ لا، ما مؤمن بقضية كسر الضلع ولا حدثت قضية كسر الضلع. أنت من وجهة نظرك أستاذنا الشاكر يسألني يقول لي أنت مؤمن بقضية كسر الضلع؟ لا، ما مؤمن بقضية كسر الضلع ولا حدثت قضية كسر الضلع.